السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معكم ابتسام. قبل ما نبدأ الكلام نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وتعالوا النهاردة نشوف كان عندنا ايه النهاردة. كان الغدا ايه؟ كان فسيخ بقى ورنجة، اكلة طبعا آم، يعني دمار. فجبنا فسيخ ورنجة النهاردة، وقلنا بقى نجيب بطاطس ونعمل بتنجان مقلي ونقلي البطاطس جنبهم. ودلوقتي احنا جبنا صينية كده كبيرة، صينية العشاء، قلنا نحطها على البوتاجاز او على الرخام عشان خاطر نعرف نشتغل. طبعا زفارة الفسيخ انتوا فاهمينها يعني بهدلة. فلا انا قلت ايه، نجمع كده البهدلة كلها في مكان واحد، بحيث ان هي ما تبقاش مرمطة خالص على الرخامة وتبهدل الدنيا وكده. فاحنا نضفنا البطاطس وخرطتها، وبعد كده جبنا البتنجان كوبي، قلت هقطعه، وانا بقطعه حتت كده صغيره زي بتاع المحلات، مكعبات كده، بحيث انه يبقى خفيف. بيبقى خفيف ما بيشربش زيت. وتحطي بقى عليه صلصه، تقليه بس كده، تحطي تعصري عليه ليمونه، تحطي عليه ملح، بيبقى خفيف وحلو يعني. وحلاوته ان هو ما بيشربش زيت، انا برتاح فيه قوي بصراحه كده. احسن لما بيبقى قراص كده كبير، لا ما بحبهوش بصراحة، بيبقى تقيل على قلبنا يعني. بس فينا خلصنا خلاص، نضفنا البتنجان والبطاطس وحطينا ملح على البتنجان، ولمينا بقى الدنيا اللي قدامنا دي كلها. جبنا هنا بقى ايه، الفسيخ والرنجة، وقلنا بقى ننضف بقى كل دوت على ايه، على الصينية دي اللي معانا، اللي بصراحة عملت واجب جامد قوي معايا النهاردة. دي الرنجة بصراحة كانت جميلة قوي، كانت حلوة كده دسمة كده، وكان لحمها حلو وطري وكان حلو بصراحة. فأنا نضفتها وسلختها، أنا بسلخها من الجلد، وبعد كده بقصقصها بقى كده أو بقطعها صغير، وبخرط عليها طماطم وفلفل. هبص بقطعها بعد ما سلختها، بتتسلخ معاكي بكل سهولة، بتطلع كده بسهولة من الجلد. واخدت المقص كده وقطعتها كده حتت صغيرة. والبطروخ كمان اللي طلع منها، طلع البطروخ اللي هو الناشف دوت المخرز. واحدة كان فيها بطروخ مخرز، والتانية كان فيها البطروخ الطري ده، حتى هوريهولكوا دلوقتي. بس فانا قطعتهم كده بالمقص صغير بعد ما شلت منها الشوك. اهو ده البطروخ اهو. وهنا بقى هناخد بقى ايه، الفسيخ. بصراحة كان جبار، كان جبار وكان جميل بصراحة، ما شاء الله عليه بصراحة. بس وهنضفه بقى هنا كده كويس. وانا على فكرة الفسيخ يا اما بسلخه كده بالمعلقة زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، يا اما بقطعه كده جزل وبسيبه يعني حتت كده صغيرة، مثلا الواحدة بقطعها على 3، بتبقى كده، او مثلا 4، بقطعها كده على جزل وبحطها في الطبق، والليمون بقى والزيت والخل وكده، وخلاص تمام. وساعات بقى ايه، يعني زي النهارده كده عندنا ضيوف، فلا احنا عايزين بقى حاجة ايه، يعني ضيوف ياكلوا منها على طول. فانا برضو هسلخه كده اهوت بالمعلقة قدامكم، وشلت منه الشوك ونضفته بس. واخدته كده شطفة بسيطة تحت المية، بس بسيطة يعني، ان هو ما كانش حادق، هو كان حلو بصراحة، بس شطفة بسيطة بس كده مكان القشر اللي انا عملته عليه. اللي انا طلعته اهو، بص اهو بالمعلقة بقى كده بيطلع معاكي برضو بكل سهولة اهو. وانا بشيل بقى كده، بشيل الشوك، بشيل الشوك معايا، وبيطلع بكل سهولة جدا وسهل قوي. زي ما قلت لكم ساعات كده بقطعه جزل على حسب الواحدة، ممكن اقطعها 3، ممكن اقطعها 4، على حسب بصراحة. لو هي وسط اقطعها 3، لو هي كبيرة قوي ممكن اقطعها على 4 واسيبها كده بالجلد بتاعها، وهما الولاد بقى بياكلوا براحتهم.
لكن احنا عندنا بقى ضيوف وكده، فسلختها بالمعلقة بحيث ان الضيوف تاكل براحتها. بس واهم حاجة خدوا بالكم من الشوك، وتشيلوا الشوك كويس منه عشان ما يضايقش حد. اهو اتسلخ كده اهوت وبقى تمام. هنا معانا سردين، مش جايبه سردين كتير عشان احنا مش بنحب السردين قوي بصراحه، بس يعني انا جايبه ربع، مش جايبه كتير، مش جايبه كتير سردين يعني. بس وهنا بقى هننضفه برضو بالسكينه، هنشيل برضو كده القشر بتاعه من بره وهننضفه، وهنقص بقى ايه اللي هنشيل الراس بتاعته، ونشيل برضو ايه اللي هي الشوكة ديت من جوه. بس كل السردين بقى كده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك واللايك والتعليق الجميل منك، وتقولي لي لو بتتابعني منين، وايه رايك في الاكله. يعني قولي لي ايه رايك في الاكله بقى، مع ان انا المفروض انا ما اسالكيش في الاكل، لان انا عارفه ان الاكله ديت بصراحه ما حدش بيختلف عليها والكل بيضعف قدامها، ما حدش بيتحملها بصراحه. مع اني بستغرب قوي من الناس اللي هم يقولوا لا انا ما بحبش الفسيخ، ما بحبش الفسيخ. غريبة بصراحة، بس دول من النوادر لما بقابلهم. الناس اللي زي كده من النوادر لما بقابلهم قدامي. قليل لما بقابل ناس ما بيحبوش الفسيخ، بس انا بصراحة من عشاقه. يعني انا من عشاق الفسيخ، من عشاق الرنجة. والرنجة في ناس بتشويها طبعا على النار، بس احنا لا، احنا ما بنحبهاش، ما بستطعمش بصراحة منها. اذا كانت تبقى كده بحالها بصراحة ما بعرفش اكلها، لكن لما بتتحط على النار لا، مش بستلذ بيها خالص ومش بنحبها. وهنا برضو عندي في البيت كلهم يعني كده مش بيحبوها. بس فاحنا عشان كده الرنجة ما شويتهاش، ما حطيتهاش على النار. اهو كده السردين نضفناه. هنيجي بقى هنا هنقلي بقى البطاطس، بدلنا بقى نقلي البطاطس هنا. طبعا انا عشان ما اطولش عليكم الفيديو، انا جهزت خلاص الاطباق، حطيت الخل والليمون والزيت على على السردين وعلى الفسيخ. وبالنسبه للرنجة خرطت عليها طماطم، خرطت عليها الفلفل، وحطيت عليها الزيت والليمون والخل، وعشان خاطر بس ايه وقت الفيديو مطولش عليكم الفيديو قوي اكتر من كده وتملوا مني ولا حاجه. بس فاحنا دلوقتي بنيجي البطاطس هنطلعها، وبعد كده هنحط مكانها البتنجان. طبعا بعد ما طلعنا البطاطس هنحط عليها الملح، بس ملح بقى بسيط جدا جدا عشان كله حوادق يعني، وفلفل اسمر او كمون اللي تحبيه. في ناس بتحب ده وفي ناس بتحب ده، اللي انت بتحبيه. في ناس بتحب تحط كمون مع السمك، يقولك لا ما بنحب، مش بنحط الفلفل الاسمر مع السمك. وفي ناس لا بتحب تحط ده وده عادي. انا من الناس دي، يعني مش شرط يعني ان انا احط كمون مع السمك او مع الرنجة، مش شرط. خلاص هنا بقى الاكل طلع اهوت، وحطينا عملنا طبق خل، حطينا خل وكمون، وقطعنا البصل عشان ما جبتش بصل اخضر بصراحة، لان البصل الاخضر بياكلوا العروق بتاعته، بيسيبوا البصل نفسه، فمش كله عندي بيبوظ يعني في الاخر. بس هنا الفسيخ، بطاطس، الرنجة هي محطوط عليها طماطم وفلفل، والسردين اهو، والبتنجان حطينا عليه كمون وملح. ويا رب الفيديو يكون عجبك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك واللايك والتعليق الجميل منك، ومع السلامة.